ياه، اخيرا الواحد فاينلي بقى جسمه مظبوط بالمزورة زي ما بيقولوا، لانه عمل خلاص عملية التكميم. ورمضان على الابواب، الواحد بقى ياكل براحته المرة دي السنة دي، وياخد كل اللي عايز ياكله وبيحبه، قطايف بقى، بسبوسة، كنافة، كل ما لذ وطاب. ناس كتير فاكرة إن بعد عملية التكميم أو شفط الدهون خلاص كده اللعبة انتهت، بس ما يعرفوش إن رمضان ممكن يكون فرصة ذهبية إن انتي تحافظي على كل اللي انتي عملتيه، أو يكون كارثة تضيعي بيه كل اللي انتي عملتيه والتعب ده، سواء التكميم أو شفط الدهون. نورنا النهاردة أستاذ دكتور محمد الفولي، استشاري جراحات السمنة والتجميل جامعة عين شمس. اهلا وسهلا بيك يا اهلا بنت بيك يا ياسمين، دكتور. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير ورمضان كريم، كل سنه كل وحضرتك سنه وانت بالف طيبه، خير. ربنا يخليكي، كلكم طيبين يا رب ان شاء الله. انا عايزه يا دكتور النهارده اتكلم عن مرضى السمنه بشكل عام في رمضان. ناس مهم. كتير منهم خاصه اللي عاملين بقى جراحات سواء شفط دهون او تكميم بيتعاملوا مع جراح السمنه ده ان هو المارد اللي هو يحقق لهم كل احلامهم، وخلاص كده انا ما دام عملت العمليه خلاص اللعبه انتهت، خلاص كاني عملت عمليه سحريه. مش مظبوط. مهم احافظ على اي حاجه. يعني هل ده مظبوط. فعلا اكيد حضرتك بتشوفه صح؟ طبعا لا، هو العشم بيبقى عندهم جامد ايوه جدا في جدا العمليه يعني بصراحه. ايوه. ومتخيل ان هو عامل العمليه فخلاص هو مسموح له ان هو يعيش امال انا اعمل عمليه ليه؟ ده اول كلمه بالظبط، عشان بسمعها. اشتري دماغي عشان اكل وخلاص واشرب انا ما عنديش براحتي. اراده فيلا بالظبط. اعمل عمليه. ايوه بالظبط ايوه. صحيح. يس. فهي دي المشكله، طبعا احنا العمليه عامل مساعد وليس حل جذري لمشكله السمنه. اوكي. مشكله السمنه هي مشكله معقده لان هي بيدخل فيها جينات موجوده في الجسم. مم. الجينات دي بتخلي الجسم عنده استعداد ان هو الوزن يزيد، والحرق بيقل، والشهية والمعدة بتستوعب كميات اكل اكبر، فده بيخليه يزيد مع الوقت. دور العملية هنا ان هو يحجم الموضوع. يعني مثلا احنا لما نيجي نعمل عملية تكميم هدفها ان احنا نقلل كمية الاكل، بالظبط. فبالتالي السعرات اللي داخلة جوه جسمي تقل، ايوه. فبالتالي تكون اقل من السعرات اللي جسمي بيحرقها، فجسمي يضطر يسحب من المخزون اللي هو مخزنه عشان يعوض السعرات اللي هي داخله قليله، فابتدي ان انا انزل في الوزن. اوكي. لحد ما اوصل بعد سنه من العمليه تقريبا ان انا يكون السعرات اللي داخله على قد وزني، فوزني بقى ثابت على الوزن المثالي. ابدا اثبت بقى، اثبت مع الوقت. بالظبط. اوكي. المشكله هنا بقى ان انا قدامي طبقين، طبق مثلا فيه نص فرخه وطبق رز وطبق خضار ورغيف عيش. مم. الوجبه دي فيها حوالي تقريبا 1000 او 1100 سعر. وطبق تاني صغير فيه 5 معمول او 5 كحكات، مم. الواحدة فيها 220 سعرة، فبرضه فيهم 1200 سعرة تقريبا. اوكي. أنا لو عامل تكميم هاكل بدل نص فرخة هاكل دبوس، ايوه. بدل ما هاكل طبق رز هاكل معلقتين تلاتة، بالظبط. طبق خضار معلقتين تلاتة. معدتي خلاص بقت كشت صغيرة قلت خلاص. بالظبط اه. فالعملية نجحت إنها تخليني آخد 300 سعرة بس بدل 1200 سعرة. ايوه. طب لو أنا سبت الأكل ده ورحت واكل 5 معمول هقدر أكلهم عادي لأن هما بيدوبوا مش بيملوا المعدة، فكأني واكل اه، كل الوجبة سهل دي. الهضم قوي بالظبط. وسكريات بسيطه قوي بالظبط. فهتتهضم، بس في نفس الوقت بقى هتضرني. بالظبط اوكي. ال5 معمول دول لما اكلهم كاني واكل كل الاكل ده، فكاني يا. اصلا مش عامل تكميم معده. فطبعا لازم المريض يبقى فاهم دور العمليه ايه وهو دوره ايه، علشان الاتنين بيساعدوا بعض مش العمليه لوحدها. اوكي، ده مش بس كده يا دكتور، ده يعني هو بعد حتى لما ياكل الخمسة معمول او التمر سكر الدم هيزيد قوي وهيحس ان هو جعان تاني، بالظبط. فهيبدأ يدخل بقى في برافو سايكل عليك. لا نهائية. وندخل بقى في مقاومه انسولين، وندخل بالظبط. بقى في حته الكريفنج للشوجر، جدا. وده اللي بيبوظ كل حاجه مع الوقت. طيب يا دكتور، انتقالا لرمضان بقى وفترة رمضان دي اكتر فترة في ناس كتير بتعك فيها جدا، لان امم. هو ايه بيبقى عنده المبرر ان انا خلاص صايم طول النهار فهاكل بقى براحتي. خلينا نسأل اشهر سؤال في الاول بالنسبة لمريض التكميم امم. او جراحات التكميم. هل مسموح بعد العملية ان هو يصوم عادي رمضان، ولا بيبقى فيه برضو لسه عليه restrictions؟ وهل الصيام امتى اقول انه خطر تماما ما ينفعش؟ اكبر مشكله في الصيام للمريض اللي عامل تكميم معده هو اه. الجفاف. اوكي. المشكلة ان هو احنا بنصوم فترة طويلة وما بنشربش سوائل في فترة الصيام دي، فبيحصل جفاف، فده بيخلي ضغط المريض يوطى، بيخليه يحس ان اه. هو مش قادر يعمل مجهود، امم. وبالتالي ممكن يعمل فعلا مشاكل احنا في غنى عنها. اوكي. علشان كده لازم انا اتعامل مع الصيام بحكمة. اولا لو انا لسه عامل تكميم ما يفضلش ان انا اصوم قبل سنة، او على الاقل ست سنة. شهور تمام. اوكي. طيب لو انا بقى عايز اصوم مثلا قبل السنة دي، احنا مش بننصح بكده، بس بنقول له انت لازم يبقى عندك القدرة انك تعمل شوية تعليمات. اول حاجه انك تحاول تكون مريح وقت الصيام، يعني مم. تبقى نايم اغلب الوقت.
تمام. عشان ما يبقاش في مجهود ما يبقاش في عليا مجهود، برافو زياده. عليكي. ما يبقاش انا في فقد للسوائل في وستريس الجسم. و بالظبط، فبالتالي ما اقلل خطر الجفاف اللي ممكن يس. اللي انا بقلق منه. تمام. الحاجه التانية، من وقت اذان المغرب لحد اذان الفجر اللي هو من وقت الفطر لوقت السحور، لازم الفتره دي يحاول يشرب فيها اكبر كميه من السوائل، بالذات الميه على قد ما يقدر. انا بشرب مثلا كوبايه، بحاول اشرب ان انا كوبايه على الاقل كل ساعه. اوكي. تمام، يبقى دي اول حاجه الميه. ده احنا كده بنتكلم على المريض خلاص اللي عدى بقى 6 شهور او سنه. بالظبط. تمام. تاني حاجه لازم يركز على الخضار والبروتين. يقلل النشويات. مم. كل ساعه يشرب كوبايه سوائل، وكل ساعتين او ثلاثه ينقنق في حاجه. والسكريات البسيطه زي اللي حضرتك قايل عليها لسه، اللي هي المعمول بقى، اللي هي بينقنق بالظبط. فيها كده طول ما هو ماشي، حته بسبوسه كنافه. الطايفايه الكلام الحاجات ده نحاول بقى سهله يبطلها. الهضم جدا، وهم بيكونوا حاسين ان خلاص انا بتعوضوا بقى. بالظبط انا عملت خلاص يا جماعه التكميم، انا اكل براحتي بقى بسبوسه، ده احلى رمضان ده ولا ايه يعني؟ بالظبط، اوكي. صحيح. هو لازم برضه نخلي بالنا زي ما انت قلتي من الحاجات دي، لان هي دي اكتر حاجه بتخلينا نزيد في رمضان واحنا مش مش بنحس حاسين، صح ان صح. هي ممكن تزود. طيب هل هساوي كل الناس من 6 شهور لسنة ان ممكن يصوموا، ولا مثلا لو مريض حصل له مضاعفات بعد العملية بشكل معين، لا برضو ممكن أأجل ده شوية؟ يعني لو في مريض مثلا حصل له مضاعفات، وليكن مثلا ان هو عنده مشكله بيرجع، اه. وده مش منطقي ولا طبيعي انه يحصل بعد التكميم، لان اوكي. تصميم العمليه نفسه لازم الجراح يعمله بشكل ان المعده تترسم بشكل معين، ما مم. يبقاش فيها جزء ضيق، ما يبقاش فيها التواء، لان ده بيساعد المريض ان هو ياكل كويس. اوكي. وفكره ان انا اعمل تكميم وضايق المعده جامد علشان المريض يخس كويس، ده فكره غلط تماما. ده بيقلب بالعكس، بتلاقي المريض مش عارف ياكل الاكل الصحي، مم. فبيلجأ ان هو ياكل الحلويات دي عشان يعوض الاحتياج اللي عنده للاكل. ما هو ما بيعرفش ياكل الاكل الطبيعي نتيجه المعده صغيره. فدي فبيعمل تبقى ايه؟ سهلة هضم، ما يضايقوش وهو بياكل. بالظبط، ايوه فبيعمل فهمت. ان هو يلجأ للحلويات، وده ايوه. غلط. مم. تصميم العمليه نفسه لازم يخلي المريض يعرف ياكل ويشرب كويس، اوكي. ولازم احنا نشتغل عليه مع دكاتره اطباء التغذيه والدعم النفسي، ان هو يبقى عنده ثقافه الاكل الصحي. مم. دور العمليه مش اكتر ان هي تقلل له الكميات، لكن ما تقفلوش المعده، ما نضايقش المعده ان هو ما يعرفش ياكل. ده اه. غلط كبير قوي. لازم المريض يعرف ياكل ويشرب كويس، وما يرجعش غير لو زود في الاكل. وعلى الناحيه التانية بنعلمه ثقافه الاكل الصحي، وان هو يغير اسلوب حياته للاحسن. اوكي دكتور. طيب انتقالا بقى لمريض اللي عامل بقى عملية شفط دهون، مهم. حضرتك تنصحه بإيه في رمضان؟ هل برضو يصوم عادي مثلا بعد الجراحة؟ هل مريض الشفط ده بيبقى يعني، هل بيعمل مثلا نظام غذائي قبل اصلا ما يدخل الجراحة علشان برضو يظبط كام كيلو؟ وهكذا رمضان بالنسبة له برضو بيبقى عامل ازاي، وازاي يحافظ مثلا على نفسه during شهر رمضان؟ احلى ميزه في عمليات شفط الدهون ان هي عمليات سطحيه، مم. يعني المعده مش بيكون عليها اي ضغط او حاجه. مع ملاحظه ان في عمليه التامي تاك او شد البطن، مع شد وربط عضلات البطن، بتلاقي المريض اكله بيقل شويه، لان العضلات كانت مريحه. ايوه. لما احنا شديناها قفلت على المعده شويه، مم. فبتخليه اكله يقل. في الحالة دي برضو احنا اكتر حاجة ما بنحبهاش الجفاف، فلازم نضمن ان هو بيشرب سوائل كويس. يبقى ده في اولا، الحالتين سواء تكميم او شفط، لازم يشرب سوائل الهايدريشن كويس او ان ارطب جسمي الميه ده مهم جدا يعني. جدا. اه. ده اول حاجة. الحاجة التانية ان هو المريض اللي عامل شفط دهون او نحت الجسم يقدر ياكل ويشرب عادي. مم. فاحنا بنقول له ركز دايما على البروتين، ركز على الاكلات الغنية بالحديد، خصوصا الكبدة. ركز انك تشرب سوائل كويس على مدار اليوم. ركز على الخضار. ابعد عن شويه عن النشويات لو انت عايز تحافظ على النتيجه، وابعد طبعا عن والسكريات البسيطه السكريات بقى برضو لسهله والمشروبات الهضم. الغازيه والحاجات دي كلها. اوكي هايل. طب هل يا دكتور ممكن مريض شفط الدهون ياخد او التكميم ياخد حاجات مكملة تساعده على التحكم في السكريات او التحكم في الدهون؟ طبعا حضرتك عارف رمضان مشهور قوي بالعزومات بقى والدهون والبشاميل في اول اسبوع او اسبوعين، الناس كلها بتبقى في بيوت بعض، يعني رمضان دفى ولما يعني. صحيح. فهل الناس مش عايزة تحرم نفسها من الاجواء دي، فاكيد بتبقى محتاجة عوامل مساعدة. صحيح. فمثلا لو بنتكلم على الدهون الدسمة، الأكل الدسم قوي، الصواني والحاجات دي، ممكن اخد مكملات مساعدة زي مزورة اكسبرس، لأنه بيعمل فات رابينج أو بيمسك في الدهون اللي باخدها من الوجبة بتاعتي، بالظبط. فأقدر إن أنا أتخلص من 80% من الدهون بتاعت الوجبة اللي هي الدايتري انتيك اللي اللي هو باخدها during، يعني انا اكلت بشاميل فخلاص يعني المزور اكسبرس هيشتغل على دهون اللي في الوجبه يقلل دي. امتصاصها، مظبوط. بالظبط. وبالتالي كمان البلوك زي ما احنا شايفين
البلوك كمان بيساعدني ان انا بقلل انزيم الاميليز اللي بيهضم الكاربس او بيهضم النشويات، وطبعا رمضان مشهور بالبسبوسه والكنافه والقطايف، مظبوط. فده هيساعدني شويه ان انا اقلل امتصاص الكاربس او النشويات ان هي تطلع في سكر الدم جامد جدا واكتسب وزن زائد. مظبوط. اي مكملات غذائيه لو احنا عاملين تكميم معده او شفط للدهون احنا مم. نقدر نستخدمها. اوكي. بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان ما تكونش irritant للمعده، بالذات الناس اللي عامله عمليات في المعده، دي اهم حاجه. ان فيها اي مواد تهيج او او لو كده. هياخدها يبقى لازم ياخد الكونترولوك او البروتون بامب، الادويه اللي بتقلل الافراز الحموضه بتاعه المعده. لو معدته بالذات كمان حساسه لاي حاجه. هي بالظبط. الفكره طبعا يعني الميزه في مزوره برودكتس ان هي كلها حاجات طبيعيه، مهم. بس لو حاجات دي حاجه بتزود كويسه الحرق قوي. زي كافيين او كده ممكن مم. فعلا يبقى اريتنت على معدته حساسه هنا قوي. بقى بيسيف المعده بالكونترولوك صح. مرتين على الاقل في اليوم. تمام. طيب لو المريض اللي عامل شفط دهون ممكن ياخد حاجات تساعده ان هو ينزل قبل العمليه، بنحتاج مم. ده بالذات في حاله لو انا عندي فيه فيسكال فات او دهون في الحشويه. الحشويه. الدهون الحشويه دي لما نيجي نعمل شفط دهون او شد للبطن بتعكسنا، اه. لان دي الدهون الوحيده اللي احنا ما نقدرش نشفطها او نتدخل فيها. اوكي. هنا بنحتاج ان المريض ممكن يمشي على نظام غذائي قبل العمليه، او لو ياخد مثلا برودكت معين يساعد ان هو ينزل في الوزن، اه. برضو ده بيكون كويس قوي. تمام، عشان اقدر ان انا اتخلص من الدهون الحشويه الاول، واقدر ان انا اديله نتيجه نحت قويه جدا. اوكي، طب فان لو هو بعد العمليه. بيمشي على نظام بالظبط. غذائي. مريض شفط الدهون لو هنتكلم عليه بيمشي على نظام غذائي صحي، وياخد مكملات زي مازورا اكسبريس بقى تشتغل على بالظبط، الدهون، زي امتصاص مازورا الدهون في بلوك على الاكل بتاعه. السكريات، مظبوط. وينظم الاكل بشكل متوازن قبل ما يدخل برافو عليك. الجراحه. مظبوط. تمام. عشان كده انا بريفير على طول لدكتوره النيوتريشن. بالظبط. وانت اكيد يعني انت عارفه كنا بنعمل لك ريفيرال حالات كتير قوي، ايوه. ان هي تتحضر كويس عشان نقدر نديله فعلا نتيجه قويه. هايل. طيب دكتور، نرجع تاني كمان لرمضان. ايه مم. اكتر الاخطاء الشائعه والكوارث اللي انت بتشوفها من مريض التكميم؟ يعني انا لو سالتك كمان دلوقتي ايه اكتر موقف كوميدي وكارثه شفت مريض بيحكيها لك، لسه عامل تكميم ورمضان داخل عليه وهو مبسوط بقى قوي في رمضان، يعني انه مهم. خلاص عامل العمليه السحريه دلوقتي، فايه اكتر موقف كوميدي او كارثه انت استغربت لها قوي من مريض تكميم وحسيت ايه الخطأ الفادح ده؟ انا عايز اقول لك يعني من اكتر الحاجات اللي بتفاجئ بيها من الناس اللي عامله تكميم ويجي يشتكي ان وزنه ثابت او وزنه بيزيد، اه. هو مثلا حاجه زي اللب السوري. معرفش ليه ايه فكره ان اللب مسلسلات السوري. رمضان بقى والفوازير لا، الناس عندها قناعه 100% ان اللب السوري ده حاجه بتخسس، ياه. وبياكلوا منه كميات كبيره قوي، يعني بالاكياس بياكلوا منه بالاكياس، وهو مقتنع ان هو بياكل حاجه بتخسسه، وبيتصدم لما براجع معاه واقول له ايه اللي ممكن يخليك تزيد او تلخبط في الاكل، فيقول لي ده الاقي بياخد لب سوري. هو اصلا ممكن ما يكونش بيفتكرها، يعني اللي هو انا يا اه دكتور انا ماشي ملتزم، ده ما فيش غير شويه لب بس خدتهم امبارح قدام بالظبط. المسلسل. هو ناس يعني لا، فاكرها ده دي عايز اقول حاجه لك كمان مش كده. شرط ان هو يفتكر، انا بقول له اه. طب انت بتاخد لب، هو ايه ده، هو اللب فيه مشكله؟ يعني حضرتك كمان اللي بتقول له اه اذا طبعا كان براجع بياخد. معاه، ما خلاص بقى الواحد بقى عارف. انت عندك اللب، اللبان، مم. المخبوزات، اللبان النواشف. كمان لو في اه اي طبعا. سكريات فيها طبعا اه سيمبل كاربس. بالظبط. اوكي. عندك اللبان، النواشف زي المنين بالذات، اه. الكوكيز، الحاجات دي اه كلها، طبعا كاربس. الصودا. البقسماط، اوكي. الفايش، يا طبعا بقى المشروبات الغازيه الغازية، طبعا. طبعا البطاطس المقلية، كل دي اخطاء. كل الحاجات دي كوارث طبعا الفكرة بنشوفها. في اللب السوري ان هما مش عارفين ان الحفنة اللي في قد الايد الصغيرة دي اب تو 200 كالوري، وطبعا هو ما بياخدش الحفنة دي، الحفنة لا هو دي بياخد على الاقل 5، يعني 1000 كالوري وانا طالع في لب السوري بس قدام المسلسل. بالظبط. انت فدي متخيلة كارثة. 1000 كالوري قدام المسلسل ويجي مم. يقول لك انا بزيد ليه، ومصدوم ان اللب السوري ممكن يكون فيه سعرات عالية، مم. فدي لازم الناس تخلي بالها منها قوي يعني. بالظبط، حتى لو في دهون صحية بس في الاخر هي دهون وهتزود سعراتي جدا طب في جدا يعني. حاجة في البرودكتس احنا ممكن نستخدمها للناس اللي مثلا بتحب تنقنق في اللب، في الحاجات دي كلها، السناكس، الحاجات دي كلها تقلل شوية من صلصة او حاجة؟ طبعا في الناس اللي بتحب تاكل اللي بنسميه كمان المريض اللي بيحب ينقنق طول ما هو ماشي بقى سناكس مظبوط. وزي اللب ده وهكذا. في منتشر قوي المازورا ده، خلي كات. بالك. جدا، يعني اغلب الشعب المصري كده. المازورا كات هايل، امم. بيسد الشهية، عامل زي ده بقى احنا مسمينه بديل بالون المعدة. امم. هو الجلوكومانان اللي امم. فيه امم. بينزل ينفش قوي في المعدة فياخد فيها حيز، بس حلو. لازم يتاخد بشروط معينة، ان انا لازم اخده قبل الوجبة بساعتين ومع كوبايتين مية كبار، امم. علشان اتأكد
اتاكد ان الفايبر ده نفش بطريقه انف في المعده، حلو. فيحسسني ان انا مش يعني شهيتي مسدوده يعني. كويس، احنا اكيد هنحتاج الحاجات دي. ايوه كده كده في ناس بتبقى محتاجه فعلا الحاجات دي. اكيد حتى ولو كمان نفسيا هو بتساعده كمان ان هو فعلا جدا. يقدر ان هو ده حتى يقدر يكمل الايموشنال ينزل في ايترز الوزن. كمان بالظبط. هايل هايل يعني، جايب نتائج ممتازه. طيب حلو قوي. ياه، اخيرا وصلت للوزن المثالي اللي انا كان نفسي فيه، بعد طبعا ما عملت عملية التكميم اللي هي حل سحري لأي أكل نفسي أكله. ورمضان داخل علينا، هاكل بقى براحتي السكريات، القطايف، الكنافة بالبيستاشيو، الكنافة بالنوتيلا، ولا ايه يا دكتور محمد؟ صح، هم كلهم عندهم العشم ده قوي يعني. طبعا، ده حقيقي. بس طبعا ده غلط، لان فكرة التكميم معمولة عشان احنا نقلل كمية الاكل. مم. لكن عملية التكميم ما تقدرش تسيطر على الحلويات، لازم انا اللي اسيطر عليها بارادتي. هما بيتعاملوا بقى، ما انا معدتي كشت بقى فخلاص يعني. بالظبط. لا طبعا، مشكلة المعدة ان هي حجمها صغر، بس في نوعين من الاكل. في عندي بالك ايتنج، ان انا باكل كميات اكل بيتحول في بقي لعجينة او بالك. وعندي نوع تاني من الاكل بيتحول في بقي الباودر او بيدوب. اوكي. كل حاجة بتطلع من الارض اكل صحي، زي الخضار بانواعه، البروتين بانواعه، الاكل اللي ربنا اللي خلقه. ربنا خلقه. انا بالظبط. دايما هو اقول ده كده. هو ده ده اللي انا حقيقي. اكله بعد التكميم وانا مش قلقان، لان انا مم. لو زودت مش هقدر ازود، لو زودت هرجع. مم. طيب اي اكل بيطلع من مصنع بقى، يعني في بقى الثلاث بروسيسد، كل حاجه سموم بقى: بروسيسد. الملح الابيض، السكر الابيض، الدقيق الابيض، ده هي دي المشكله. البقسماط، الفايش، النواشف، المنين، الكوكيز، البسكوت، البطاطس المقليه، الحاجات اللي هي المقرمشات، اللب، كل الحاجات اللي هي بتدوب في بقي دي اقدر اخد منها السيمبل كميه. شوجرز اللي بترفعني مستوى الدم وسهله الهضم جدا، دي اللي بتعمل لي بالظبط، الكارثه دي بتعمل من غير ما مشكله. احس يعني. مظبوط. اه. فانا لازم اركز على الحاجات اللي بتطلع من الارض، الاكل الطبيعي اللي بتحول في بقي البلك، وابعد عن الحاجات اللي بتدوب، اللي انا اقدر اخد منها كميات واللي فيها سعرات حراريه اكتر بكتير من الاكل الطبيعي اللي أنا المفروض اكله. اخيرا بقى شكلي عاجبني جدا، وزني مظبوط بالمزورة زي ما بيقولوا. ما انا خلاص بقى عملت عملية شفط الدهون، اكل بقى براحتي في رمضان كل اللي نفسي فيه، دهون سكريات براحتي خالص. ده حال ستات كتير قوي عاملين شفط الدهون، ولا ايه يا دكتور محمد؟ لا، احب اطمنك ان العمليه هتبوظ. طبعا. بالظبط. طبعا احنا المريض اللي عامل شفط دهون، الاماكن اللي بتتشفط بتقاوم ان الدهون ترجع فيها. اوكي. بس في اماكن ما بتتشفطش، فيطلع فيها خصوصا تاني بقى. بالظبط الدهون الداخليه. مم. في عندنا دهون في الاحشاء، على الكبد وعلى المعده وعلى الامعاء وعلى القولون. الدهون دي احنا ما نقدرش نشفطها، دي في الاعضاء الحيويه. ايوه. طيب لو انا لخبطت في الاكل بقى وكلت كل الحاجات الجميله دي، والشوكليتس والقطايف والكنافه والنوتيلا والحاجات الجميله دي، اللي هيحصل ايه؟ ان الدهون اللي في الاحشاء دي هتزيد، فهتخلي البطن تعلى، خصوصا البطن العلويه. فده هيخلي النتيجه بتاعتنا طبعا تتاثر. اوكي. ولو في اماكن اتحقنت دهون برضو ممكن تزيد شويه. فاهم حاجه للناس اللي عامله عمليه نحت، عشان زي ما انت قلتي بقى، مبسوطه قصاد المرايه وبتلبس اللي نفسها فيه وثقتها بنفسها زادت، ونظره الناس كلها اتغيرت ليها، بقت سمارت وبقت احسن. لازم تحافظ على ده، انها لازم برضو يبقى عندها ثقافه الاكل الصحي. اوكي، هي خلص يعني، كأنها خلصت خلاص من الدهون اللي مضايقاها في جسمها، خلاص بقى تحافظ على النتيجة الجميلة اللي هي بقت مبسوطة بيها قوي قدام المراية. يعني انا مثلا في دهون مضايقاني سي في في رجلين، في دراعين، فخلاص انا هتشجع اكتر لما مظبوط. الاقي ان دي خلاص انا محافظة عليها، فهظبط اكلي عشان ما ارجعش لكده تاني. برافو عليك. يعني دي هو ده حاجة بقى، نفسية كمان. هو ده الحاله اللي بتنجح فعلا في عمليه النحت. يعني طبعا يا دكتور، طبيا الدهون الحشويه او الفيسرال فاتس دي لازم لها نظام غذائي صحي، ده مظبوط. اساسي دي يعني. شغلتك بقى. دي اساسيه. لكن بقى الدهون اللي هي مرتكزه بقى في الاطراف هكذا، دي عادي ان احنا بنعمل فيها شفط الدهون، او الاجهزه طبعا اللي موجوده دلوقتي. بالظبط. فيعني دي الحل اكتر للدهون السطحيه، لكن الفيسرال والدهون الحشويه دي لازم نظام غذائي صحي. طب انت عندك حاجة ممكن الناس تاخدها مثلا لو هو لخبط شوية او وزنه زاد، لو هو عامل عملية نحت، في حاجة ممكن يقدر ان هو ياخدها طبعا. عشان يحافظ على النتيجة او ينزل الشوية اللي زادهم؟ في عندنا برودكت اسمه مازورا زيرو بالي.
يعني ده ده اللي اسم هو لطيف قوي. زيرو بالي ده حلو قوي للستات اللي بتشتكي من وسطي كبر، طلع لي بطن، ارداف، امم مش عارف امم ايه. ده في ماده اسمها الموروسيل، دي امم ديريفاتيف من الجري فروت او امم الريد اورنج، امم تسمى ريد اورنج. وعملوا دراسه على 30 بيشنت اوبيز، لقوا اختلافات في المقاسات بعد 3 شهور من تناول الموروسيل او المزوره زيرو بالي. فدي كانت نتائجه هايله بالنسبة للستات اللي نفسها تغير في المقاسات والوسط والأرداف، اللي بتشتكي دايما، بتيجي لحضرتك تشتكي أنا جنابي، ايوه أنا صح. بطني، وهكذا يعني. انا عايز اقول لك كمان احنا ممكن نكومباين برودكت زي كده بالاجهزه النون انفيزيف. يعني احنا يس، دلوقتي بقى في ترند في العالم كله دلوقتي فكره النون انفيزيف بادي كونتورنج او نحت الجسم بدون جراحه. بالظبط، منتشر جدا. احنا عندنا في تو ماشينز دي يعني وورلد وايد دول احسن حاجه في العالم، امريكان ماشينز. حاجه اسمها ترو سكالبت اي دي والترو سكالبت فليكس. أحدث بقى من الكرايو كافيتيشن خلاص والحاجات كل الكلام القديمة من دي، كرايو خلاص بقى كافيتيشن ده الجيل خلاص انتهى الأول ده. تماما، ده خلاص. اه احنا بنتكلم دلوقتي في الجنريشن الجديده من الانفيزيف بادي كونتورنج. عندنا جهاز الترو سكالبت اي دي ده بيقدر ان هو يرفع درجه حراره الجلد والدهون اكتر من 10 درجات مئويه فوق درجه حراره الجسم الطبيعي. اوكي. فده بيعمل فات بيرنينج عن طريق ان هو يبتدي يحرق. يحرق بالظبط. اوكي. بيعمل 24% فات ريدكشن في الاريا. مم. ده ابروفد بكل الاستاديز اللي اتعملت على الماشين دي. هايل. بيجي بقى معاه جهاز الفليكس عشان نعمل حاجه اسمها الترو بادي. الترو بادي ده الاي دي عشان يشتغل على الجلد والدهون، اه. والفليكس يشتغل على العضلات. اوكي. جهاز الفليكس بيكبر العضله 30 ضعف اللي انت بتعمليه في الجيم. تعرف اوكي. مثلا ممكن دايما الناس عندها مشكله في البطن. ايوه. فالبطن عشان تعملي تمرين بطن كويس دايما بيجي انزلاق غضروفي او والسيكس اصابه. باكس بقى والايوه. فاهمه؟ لان انت بتعملي تمارين بتعمل لود على بالظبط. العمود الفقري. مم. الميزه في جهاز الفليكس وانت قاعده كده، هو بيشتغل بيعرض العضله ل 30 ضعف القوه او الكهرباء اللي المخ بيعرضها لو انا بعمل تمرين للبطن. اوكي. فده بيخلي العضلات بتاعتنا تبقى اقوى، تبقى بتحسن التون بتاع البطن وتخلي بطننا داخله لجوه طول الوقت من غير ان انا محتاج اشفطها. كمان ما بيعرضنيش للاصابه اللي ممكن تحصل في الجيم. كل ده مع بعض الحاجات اللي ممكن نستخدمها عشان تساعدنا في الويت لوس ولو بنسبه بسيطه. ده بيدينا نتائج حلوه جدا ان احنا نعمل نحت الجسم بدون جراحه. هايل. النون انفيزيف ده فعلا احدث صيحات الطب دلوقتي، ان انا كمان ما اتعرضش لحاجات انفيزيف، بالذات المرضى اللي بتخاف من جراحات او بالظبط. واتس ايفر. واللي بالظبط، هو ده كمان بيجيب عنده نتائج الموضوع فيها. مش كبير، يعني ليه يدخل بالظبط. عمليه وهو ممكن يعمل يوصل لنتيجه قويه طبعا في جدا في بعض بدون المرضى جراحه. العمليه اذا ماست لو هتاثر فعلا على مظبوط. عندي دهون حشويه معديه ارقام فظيعه. فانا دايما كنت اقول للبيشنتس لا، انت دلوقتي مشكلتنا طبيا ان احنا خايفين على القلب وخايفين. الناس مظبوط. دي لازم تدخل تكميم، ده حاجه اساسيه. لكن لو مريض عنده حاجات بسيطه وكده، الاجهزه النون انفيزيف هتبقى حل كويس جدا. بالظبط. او شفط صحيح. الدهون لو هو ممكن يلجأ انت عارفه كمان اللي بقى ترندي كمان او المنتشر دلوقتي قوي الحالات اللي هي عارفه انت مع الويت لوس برودكتس والحاجات دي كلها، وفي ايوه. ناس خست كتير قوي. بقى في دلوقتي فكره او جزء كبير من الحالات عندهم ترهلات اه. ما بعد النزول في الوزن. يعني اي مم. حد خس 30 كيلو او اكتر لازم يكون عنده ترهلات. مم. طيب هل الترهلات دي تقدر ده الاجهزه؟ ممكن بعد كمان المريض اللي عامل جراحة تكميم. بالظبط طبعا طبعا ده يعني كده كده. اه. طيب اي حد خس وزن كبير فوق ال 30 كيلو سواء عمل عمليه تكميم او حتى بالدايت او باي برودكت بيبقى في نسبه ان يحصل ترهل في الجلد. اوكي. طبعا الترهل ده لو عنيف مستحيل اي جهاز يشده، لازم هلجأ لعمليات القص القص البادي ليفت نفسها. مم. ان احنا بقى نشد دراعات نشد وبعدين البطن. قابلد بقى. بالظبط. اه. وفي الوقت ده احنا لازم برضو نركز على الماسلز. يعني دايما الناس لما بتخس بيبقى عندها مشكله ان الكتله العضليه بتقل، ودي اخطر حاجه. طبعا يعني انا بلاحظ دايما مثلا اجي اعمل شد للدراعات الاقي ان عضله الدراعات نفسها بقت ضعيفه. ده very راجع weak. لنقص بروتين، وطبعا مش بالظبط. بيتمرن وهكذا. ممكن الناس ما تاخدش فيتامينز كويس، ما عندهاش ثقافه انها تاخد فيتامينات، اه. تاخد بروتين باودر وهو بيخس. فالموضوع ده طبعا فعلا مهم قوي. طب حلو قوي النقطة دي. مريض بقى التكميم اللي عامل جراحات تكميم، امم اللي معروف ان المريض ده لازم بيمشي على مكملات وفيتامينات، ودي حاجة اساسية جدا. في مظبوط. ناس كتير ومرضى تكميم كتير بيهملوا ده، امم خاصة في رمضان. يعني بينسى بقى ياخد الفيتامينات بتاعته بعد خطر الفطار قوي خطر وهكذا. قوي طبعا انا غلط. كنت عايزه مم. اسالك يا دكتور، هل ده خطر والمكملات شيء اساسي للمريض بتاعي؟ اساسي 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 ان ان احنا ناخد الفيتامينات مم. والبروتين باودر بعد عمليه التكميم او تحويل المسار، بالذات السنه الاولانيه. الموضوع اوكي. ده في منتهى الاهميه. مم. لان احنا اول حاجه احنا دلوقتي بنخس.
تمام. فطبيعي ان جسمنا بيدخل له كميه اكل اقل من اللي هو بيحرقها، طبعا ايوه. معتمد على المخزون بتاعه. اكيد المخزون بيخلص، انا عايز مخزون الدهون بس هو اللي يروح، لكن مم. مش عايز مخزون الفيتامينات يقل، طبعا. علشان الشعر وعشان ايوه. البشره وعشان الضوافر وعشان الصحه العامه، علشان الجلد، عشان العضلات. مم. البروتين باودر في منتهى الاهميه، ولازم ياخد كميه بروتين كافيه، لان لو ما خدش ده عضلاته هتبتدي ان الجسم يسحب البروتين من العضلات، وبيبدأ فالعضلات يحس تترهل. فعلا بفتيج، وانا شعري بيقع، برافو وانا عليك. بشرتي بهتانة. طب ايه الفيتامينات الأساسية اللي المفروض ياخدها مريض بعد عمليات جراحات التكميم، يعني لا مفر منها، الأساسية جدا؟ اهم حاجه، اول حاجه المالتي فيتامين. اوكي. المالتي فيتامين ده مهم جدا، احنا نقدر ناخده في رمضان مثلا بعد الفطار على طول. حتى يدي نشاط في بالظبط. بعد الصيام وهكذا يعني. وكمان لو انا عندي حتى لو نسبه دهون بسيطه في الاكل، هتساعد مم. على امتصاص فيتامين A والدي والكي والاي. تمام. ممكن بعد الفطار بساعتين ناخد حديد. اوكي. ممكن بعد السناك اللي في النص مثلا، اللي هو ما بين الفطار وما بين السحور، ناخد فيتامين دي. اوكي. والكالسيوم والمغنيسيوم ناخدهم بقى بعد السحور، مم. لان انت عارف برضه المغنيسيوم هيساعدنا ان احنا ممكن كمان نعرف ننام شويه. بالظبط، بيهدي بس والاوميجا 3 الجسم. برضه ممكن ناخده بعد الفطار على طول. يبقى كده احنا عملنا كفرج حلو قوي للفيتامينات اللي جسمنا محتاجها. هايل. انا عايز اقول لك ان انا حتى بنصح الناس العاديه اللي مش عامله عمليات ان هم ياخدوا الفيتامينات دلوقتي، طبعا. لان ايوه. احنا بقى عندنا مشكله ان اغلب اكلنا بقى غير صحي. يس. يعني اكلنا بقى فاست فود، بقى اكل مصنع. كله حاجات آه ربنا مش خالقها. بالظبط، بدأ يدخل فيه هندسه وراثيه وهرمونات بنسبه كبيره. فاحنا محتاجين للاسف مضطرين ان احنا ناخد المكملات الغذائيه، مم. حتى لو احنا مش عاملين عمليات، حتى لو كل فتره. بالذات في رمضان كمان بتدي الواحد نشاط اكتر ديورنج الصيام وهكذا، بالظبط. فلما ياخدها بعد الفطار. انا كمان بشوف ان الواحد بيركز في رمضان على ايه، ان انا هفطر واكل الاكل اللي قدامي من غير ما اعرف الاكل ده ذو قيمه غذائيه او نيوتريشس او بيمد جسمي بالمعادن والفيتامينات اللي هو محتاجها بشكل يومي ولا لا. في رمضان مظبوط. احنا اكتر حاجه مش بنركز عليها دي. صحيح. علشان كده لو مريض التكميم او المرضى العاديين زي ما حضرتك بتقول لازم ياخدوا المالتي فيتامين والاوميجا. يعني احنا في مزورة عندنا البورتفوليو متكامل، عندنا مزورة مالتي هايل. فيتامين. حلو قوي. ده كمان الوحيد اللي موجود في الماركت فيه امينو اسيدز، ودي حاجة هايلة لو انا مش كويس قوي. بركز على البروتين بشكل كبير. عندي كمان مزورة مالتي فيتامين فيها تركيز عالي up to كو انزيم كيو 10 10 مللي جرام. عندي تركيز عالي جدا من الفيتامين بي كومبلكس، اعلى تركيز في الماركت للفيتامين بي كومبلكس، ودي بيفيد قوي بقى الستات كمان بالظبط. في البشره والشعر والاعصاب وكل حاجه. كمان عندي 27 مينرال فيتامين، فكده انا مديت جسمي بكل الاحتياجات اللي هو عايزها اثناء يعني عوضه عن فتره الصيام اللي هو كان فيها. ممتاز، ده حلو جدا. جدا. وكمان الاوميجا 3 يا دكتور، مزور اوميجا 3 كمان بيمتاز ان هو بالقوه الرباعيه. يعني في زي ما حضرتك بتقول، كنت لسه بتقول الفات سوليبل او الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون اللي هي فيتامين دي وكي 2 واي. اي كمان مفيد قوي للبشره والشعر للستات كمان اللي عامله التكميم. فيتامين دي ممتاز مع الكالسيوم. يعني انا حتى بشوفها اسهل بالنسبه للمريض، ان بدل ما يقعد ياخد كبسولز كتير، لا انا عندي الاوميجا 3 فيها فيتامين دي واي وكي، ففي كبسوله واحده هياخد كله بمزوره اوميجا يعني، او مزوره مالتي فيتامين طبعا، يعني الاثنين مع بعض. بس كويس ان المنظوره عامله كل البرودكتس دي، لان هي فعلا احنا دايما طول عمرنا بندور على حاجه تكون متكامله. بالظبط، يعني البورتفوليو يكون بعضها كامل. بالظبط. دايما الناس بتتوه في حته، لا طب هجيب ده من هنا، هجيب ده من هنا، هجيب ده من هنا. فكره ان يبقى حاجه كومبايند او انتجريتد بتكمل بعض، دي فعلا حاجه مهمه قوي. بالظبط. او اخد فيتامين دي لوحده، هاخد كالسيوم لوحده، واخد اي لوحده، خصوصا ان هي وهكذا. الفيتامينات مرتبطه ببعض، والامتصاص بتاعهم مرتبط ببعض، وفي حاجات ممكن بتاثر على بعض في الامتصاص، وفي حاجات بتحسن مع بعض في الامتصاص. بالظبط. فكل بقى ده طبعا ده يعني شغل زي بقى مثلا الساينرجيزم بتاع فيتامين دي دلوقتي وكي 2 دلوقتي هنلاقي كل الفورمولاز ومزوره اوميجا برضو فيها الدي مع الكي 2. لان انا دلوقتي فيتامين دي هو اللي مسؤول ان انا بطلع الكالسيوم من الامعاء يمشي في الدم، فالكي 2 مسؤول ان انا بودي بقى الكالسيوم ده اوجهه للعظم بدل القلب، لانه طبعا لو حصل له تكلسات على القلب هيبقى كارثه. فان انا اودي الكالسيوم للعظم والاسنان وكده، انا باخد الماكسيمم بنفيت بتاعه فيتامين دي يعني عندي. طب حلو قوي. تمام يا دكتور. هنلعب كده ميثان فاكت سريعه عن خطأ شائع للناس فاكراه ان هو صح، بس هو مش صح، وحضرتك بقى اللي تصلحه. التكميم سهل قوي، فالتكميم يعني رمضان سهل مش محتاج متابعه، هل ده حقيقي؟ لا طبعا محتاج متابعه مهمه جدا. اوكي. ولازم الشخص اللي عامل تكميم يبقى عارف هيتعايش ازاي في رمضان.
وقت الصيام بحاول ان انا ما ابذلش مجهود كبير. اوكي. طيب من وقت اذان المغرب لحد اذان الفجر انا لازم اعود نفسي ان اشرب كل شويه او كل ساعه كوبايه ميه. اوكي. طيب الفجر اذن خلاص هبدا الفطار بتاعي، هاخد كوبايه ميه او كوبايه لبن. اه يعني قول لنا كمان ايه بالظبط. الترتيب السليم اللي امشي عليه بحيث ما ارفعش السكر قوي وهكذا. حلو قوي. اول ما المغرب يأذن هفطر على كوبايه ميه اه او كوبايه لبن، وممكن احط فيها البروتين باودر بتاعي. تمام. هروح اصلي المغرب او هضيع وقت نص ساعه مم. لحد ما ياخد يجي الاكل بتاعي، اوكي. عشان ما ينفعش اشرب، مش مستحب ان انا اشرب واكل في نفس الوقت. بالظبط، طيب خاصة لو مريض تكميم مش هتستحمل المعدة. مظبوط، وكل مم. ده احنا بنقوله حتى لو الشخص مش عامل تكميم، ده اوكي. الاسلوب الحياه الصحي. مم. يبقى انا عندي المغرب اذن خلاص، خدت كوبايه ميه او كوبايه لبن احط عليه البروتين باودر بتاعي. مم. بعد كده هنزل اصلي المغرب او هعمل اي مجهود خفيف لمده نص ساعه. مم. بعد كده هاخد الفطار بتاعي، هركز على الخضار والبروتين، وبالذات البروتين كأولوية. يعني لو اساسي. هرتب، مم. البروتين رقم 1، الخضار رقم 2، النشويات رقم 3، وطبعا احاول ان انا ابعد عن السكريات وعن الحلويات. تمام، البسيطة البروتين زي ايه؟ مثلا لحمه او فراخ فراخ او سمك او ارانب، كبده. طيب الخضار جبنة قريش لو مش عاملة اكل يوم في رمضان في السحور عادي. بقى ممكن الجبنه القريش، البيض، ال زبادي. الفول، الزبادي، ده تمام. طيب الخضار بقى، خضار مشوي او سوتيه او سلطه او خضار اوكي. مطبوخ، طبعا ده بديله برضه عشان اولويه. الفيتامينات والمعادن بالظبط. برافو عليكي، وفي نفس الوقت فيه والياف. كمان سعرات قليله، ايوه. فده هيساعدني ان احافظ على وزني، ان انا ما ازيدش، وهيخليني اشبع برضه بسرعه. الحاجه التالتة بقى النشويات، العيش والرز والمكرونه والبطاطس، دول بحاول ان انا اخليهم اخر اخر حاجة حاجه. بحيث ان معدتي تكون اتملت وخلاص وصلت للشبع اللي انا عايزه. بالظبط، يعني لو انا عندي الطبق بتاعي تلات ارباع الوجبه تقريبا بروتين وخضار، مم. وربع بس هو النشويات. اوكي. طيب خلاص احنا دلوقتي فطرنا، بحاول ما ازودش، ما اوصلش ان انا احس بالامتلاء او مم. احس ان انا عايز ارجع او برجع او ان انا اتعب. ده مش صح. وقت ما يجي لي احساس الشبع خلاص بوقف. اوكي. بعد كده هيكون التراويح جت، ممكن انا انزل اصلي التراويح او اعمل اي رياضه احرك خفيفه. شوية، اتحرك. برافو، ده وقت حلو جدا ان انا مم. امارس رياضه في بعد الفطار. مم. بعد كده هيجي بقى اخد سناك بسيط في النص، كوبايه زبادي، جبنه مثلثات، جبنه قريش، مهم قوي ان حاجه انا خفيفه. اخد وجبة السحور وما اعملهاش سكيب او اه اكنسلها، طبعا، دي حاجة مهمة جدا. بالظبط. تمام. بعد كده هيجي بقى وجبة السحور بتاعتي، باخد برضو وجبة السحور. لو عايز اعمل برضو رياضة خفيفة قبل السحور ما فيش مشكلة. مم. وبعد كده خلاص بقى نبتدي ان احنا ننام. اهم حاجة ان من وقت اذان المغرب لحد اذان الفجر انا بحاول اشرب مية على مدار اليوم او على مدار فترة الافطار، وان انا احاول اتحرك كتير عشان اعرف اشرب. لو انا اوكي. قاعد كسلان هتفضل الامعاء عندي كسلانة والمعدة عندي كسلانة، بالظبط. فمش هشرب، فيجي لي اوكي. جفاف لان انا هصوم. احنا قلنا اهم حاجة هو الهايدريشن والترطيب، سواء مظبوط. للمريض التكميم او لشفط الدهون. وده عشان يتحقق لازم ان انا اتحرك كتير جدا، وابقى مايندد ان انا اشرب سوائل على مدار الوقت الفطار بتاعي. دكتور محمد، بما ان احنا الشعار بتاع مزورة السنة دي رجع رمضانك على اصوله، ايه الحاجة اللي ممكن يشوفها دكتور محمد او يسمعها بتدخله في مود رمضان او بيحس ياه رمضان جه؟ طبعا الاغاني الرمضانيه في كل مكان بقى، سواء انت ماشيه بتسمعيها في الراديو، بقى احنا عندنا حتى بنحب نشغلها في العياده قوي. اه تخشي اي مول او هايبر ماركت بتسمعيها. حاجات زمان. الزينه بتاعت رمضان طبعا حاجات البسيطة. بسيطه طبعا. وده احنا بنقول في منظورة ان احنا عايزين نرجع رمضان على اصوله، حتى في العادات بتاعتنا، ان احنا نرجع تاني بالعادات السليمة في التغذية، بالعادات السليمة في يومنا. الناس كانت بتتحرك اكتر زمان، ما كانتش مظبوط. كل حاجة. دلوقتي حتى انا مش بنزل اجيب طلبات البيت، خلاص انا بقى طلبات دليفري، كل اخطر حاجة، حاجه فدي دي. كل حاجة خطر على الصحة. مظبوط. فزي ما احنا بنرجع رمضان على اصوله، عايزين نرجع كمان صحتنا على اصولها. ميرسي جدا يا دكتور محمد مرة ربنا تانية، يخليك دكتور ستيفن، ورمضان انا سعدت كريم، جدا وكل باللقاء سنة ده. واحنا كلنا بألف خير. ولو قلت لحضرتك نصيحة واحدة ذهبية بتوجهها لمرضى السمنة بشكل عام بقى، هتكون ايه في رمضان؟ ان احنا لازم نشرب سوائل كويس جدا، وان احنا نبعد عن الفاست فود على قد ما نقدر، ونبعد عن الحاجات اللي بتباع في الاكشاك، السناكس، البسكوت. نلجأ للطبيعي يا جماعة على قد ما بالظبط، نقدر. ونبعد عن الحاجات المصنعه. اوكي، ميرسي يا دكتور مرة ربنا تانية. يخليك، كل سنة نورتيني وحضرتك وكل طيب. سنه طيبين. ميرسي يا دكتور.